إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رعاكم الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، إن من عظم هذا الدين أنه شرع الزواج من أجل بناء مجتمع مسلم على أسس سليمة، وأمر بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين مع تحمل كل طرف ما يستطيع أن يتحمله من منغصات الحياة من الطرف الآخر. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحث الإسلام عباد الله على المعاشرة الحسنة، وأن يتحمل الرجل إعوجاج المرأة كما في الحديث: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنك إن أقمتها كسرتها، وإن تركتها تعيش بها وفيها عوج. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. وألزم الإسلام المرأة بطاعة الزوج بل بالمعروف، ونهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق دون سبب أو أسباب أو مبررات شرعية. فعلى المرأة الصبر على الزوج وعدم التسرع بطلب الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا دليل على تحريم طلب المرأة من زوجها الطلاق تحريما شديدا. بل يا أمة الإيمان والإسلام، لقد نهى الدين الإسلامي عن التسرع في أمر الطلاق، بل وكره ذلك، فوضع الإسلام حلولا للمشاكل الزوجية قبل الانفصال. فمن تلك الأمور الموعظة الحسنة والهجر في المضجع والضرب غير المبرح والاستعانة بأهل الحكمة والإصلاح. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن تفشي الطلاق وانتشاره
لينذر بشر عظيم وفساد كبير يهدد الفرد والمجتمع ويورث العداوة والحقد والضغينة والبغضاء ويفسد الأمة كلها ويدمر الشعوب ويهدم أركان الأسرة المسلمة ويهز كيانها. عباد الله، لقد كشفت تقارير إحصائية عن الهيئة العامة للإحصاء عن زيادة غير مسبوقة في معدل الطلاق في هذه البلاد خلال عام 2025 إلى 57,500 ونيف. هذا عباد الله أي في كل ساعة ما يعادل 175 حالة طلاق، أي ما يعادل في كل 9 دقائق حالة طلاق. وهذا عدد مهول عباد الله. أمة الإيمان والإسلام، إنها والله مصيبة عظيمة وخطر كبير يقع فيه المجتمع إن لم ننتبه لذلك. عباد الله، إن الطلاق قوة عين الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت؟ قال: الأعمش أراه. قال: فيلتزمه ويعلي مكانه. رواه مسلم. عباد الله، إذا تلمسنا أسباب الطلاق نجد أسبابا كثيرة، فمنها وباختصار كبير جهل كلا الزوجين بحقوق كل واحد منهما. فالجاهل بالحق الذي له كيف سيطلبه، والجاهل بالحق الذي عليه كيف سيؤديه. ومنها جهل الزوجين، وخاصة حديث الزواج من الشباب والفتيات وفهمهم الخاطئ للزواج الذي هو ميثاق غليظ، كما وصفه الله بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهم لم يتعودوا على أجواء الزوجية وما فيها من قيود وتحمل للمسؤولية بعد تركهم لحياة العزوبية التي فيها التفلت من المسؤولية، فيريدون الجمع بين مزايا الزواج ومزايا العزوبية، وهذه من الصعوبة بمكان. ومنها عباد الله، أي من أسباب انتشار الطلاق، تدخل الأقارب في كل صغيرة وكبيرة، لا سيما الوالدان. فالأم تخبب ابنتها وهي لا تشعر، تحسب أنها تحسن صنعا وأنها تريد الخير لابنتها، وفي الحقيقة هي تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. وهكذا الأب يعلم ابنه ويتدخل في شؤون حياته الزوجية، ولا يزال الحال بهما حتى يوصلاهما إلى الطلاق والانفصال. وهذا من أعظم أسباب الطلاق انتشارا والله المستعان. وهكذا بعض أخوات الزوج يثن الفتن ويختلقن المشاكل ويثن الأمة على الزوجة الأخي، وغالب ذلك بسبب الغيرة والحسد. ولا يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخبب لزوجته، لعن المخبب للزوجة، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى
وعلى آله وصحبه ومن اتبع، ثم أما بعد. عباد الله، ومن أعظم أسباب الطلاق الجفاء بين الزوجين وعدم الاهتمام بمشاعر بعضهما البعض، وهكذا الشكوك وظن السوء بينهما، لا سيما في شأن جوالاتهم واتهام بعضهم البعض بالخيانة عياذا بالله. فإن من أعظم أسباب الطلاق هو الشك بين الزوجين، وإن دخل الشك بين الزوجين فعلى الله السلام. عباد الله، والأسباب كثيرة لا يسع المقام لذكرها. عباد الله، إن للطلاق مفاسد من أعظمها تشتت الأسرة وتفرق الأولاد بين الأب والأم، بل قد يلجؤون للقضاء لحل هذه المشاكل، ويبدأ الصراع حول الحضانة قد لا ينتهي، ومشاكل ضحيتها أولادكم عند الزيارة، فكل طرف يتكلم على الآخر ويقذف فيه ويسمع الأطفال من الكلام الجارح عن أبيهم في بيت أمهم وعن أمهم في بيت أبيهم مما يتفوه به الأهل، فتنكسر قلوبهم وتتقطع أفئدتهم، ويحملون العقدة على المجتمع، ويحملون هموما فوق أعمالهم مما يسمعونه من كلمات يقذف بها قساة البشر الذين نزعت من قلوبهم الرحمة وسلبت منهم الشفقة. وهكذا ربما عباد الله تزوج أبوهم بامرأة خبيثة الطبع قاسية القلب منزوعة الرحمة فتسومهم سوء العذاب. فكم نسمع من قصص يشيب منها شعر الرأس ويتبطر لها القلب. عباد الله، ألا فاتقوا الله واحفظوا مودتكم وأصلحوا ذات بينكم، وقدموا ما بينكم من محبة وألفة على الفرقة والاختصام، وراعوا مشاعر أطفالكم وإياكم وظلمهم، فعنهم تسألون يوم القيامة. من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا وأصلحنا لهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أطعم جائع المسلمين واسق ظامئهم واكس عاريهم وأمن خائبهم وفك أسراهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا سحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.